فرق كبير جدا ما بين الميكروويف وما بين الفرن. طب ايه الفرق ما بينهم؟ اول حاجه يا جماعه، الميكروويف بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده، ده بنحط جواه الحاجه وبتلف، بيبقى فيه هنا زي نظام ازازه مدوره بتلف، لان ده بيبقى معتمد على اشعه الميكروويف دي. اشعاع بيسوي الاكل او بيسخنه، ده اشعاع مش حراره. ويفضل الناس اللي بتستخدم الميكروويف ان هي بعد ما تشغله ما تقفش قدامه مباشر، على الاقل تسيبه بعد 2 متر من قدامه، خصوصا لو في حد حامل او حاجه زي كده، ما يقفش قدام الميكرويف مباشر عشان ممكن الاشعاع ده ياثر عليه. اما بالنسبه للسرعه فالميكرويف بيبقى اسرع جدا. اما بقى بالنسبه للفرن، الفرن يا جماعه بيعتمد على السخونيه، يعني بيعتمد على درجه الحراره، ما بيعتمدش طبعا على الاشعاع، وده بيبقى تسخينه ابطا. هو ممكن يدينا نفس درجه السخونيه بس بيبقى ابطا من الميكرويف في الوقت. ثانيا ان الفرن بيبقى حلو جدا في التسويه، رغم ان هو بيبقى ابطا لكن حلو جدا في التسويه، لكن الميكرويف بيبقى حلو في التسخين. اما بالنسبه للحاجات اللي بتتحط في الاثنين، الميكرويف ما ينفعش نحط فيه اي حاجه معدن نهائي. بنحط فيه اركو بايركس، بنحط فيه اوركوبال، بنحط فيه صيني، بنحط فيه بورسلين. اما الفرن ده ممكن نحط فيه اي حاجه معدن، زائد ان احنا ممكن نحط فيه اي حاجه من الحاجات اللي انا قلتهم. يعني البورسلين مثلا، عندنا البورسلين ينفع يتحط في الاثنين، بيتحط في الميكرويف وبيتحط في الفرن. اما بالنسبه للحاجات البلاستيك اللي بتخش الميكرويف، اي حاجه بلاستيك تخش الميكرويف لكن ما تخشش الفرن. طبعا الحاجات اللي بيبقى مرسوم عليها علامه ان هي ينفع تخش ميكرويف وفي نفس الوقت لازم تبقى بي 5. لو انتوا استفدتوا من المعلومات دي وشايفينها جديده، اتمنى ان انتوا تعملوا لايك وشير عشان الناس كتير جدا ما تعرفش الفرق ما بين الفرن والميكرويف. شكرا.